هل التدخين يأثر على لعب كرة القدم ولا لا؟ معاك كابتن علي، مدرب كرة قدم واخصائي في علم النفس الرياضي، فولو لايك وتابعنا للنهاية. اي نعم يأثر التدخين على لعب كرة القدم، انا بقول لك ليش. اول سبب انخفاض القدرة التنفسية، التدخين يأثر بالرئتين، لذلك هو يقلل كمية الاكسجين اللي توصل الى العضلات. رقم اثنين هو يقلل سرعة الاستشفاء، يعني اذا فيك اصابة التدخين ما راح يخليك ترجع اسرع، لان العضلات ما توصل اكسجين، وهالشيء يزيد من الارهاق والاصابة. رقم ثلاثة تراجع اللياقة القلبية، النيكوتين يقلل من أداء القلب، لذلك هو يؤدي إلى ضعف الأداء. رقم أربعة هو يأثر على العقل، ويقول لك أن التدخين يؤثر على القدرة عشان أنت تتخذ القرارات أسرع في المباريات، ولذلك هو يخلي سرعة الاستجابة لك في بعض اللعبات أبطأ، وغيرها من النصائح الكثيرة. بس عشان أختصر لك الفيديو قلت لك هالكم نصيحة. ربما البعض يقول لي أنا أدخن وقاعد ألعب إشحالاتي. لا عزيزي، تدري لما تدخن كان يتضاعف أدائك إلى 7 مرات زيادة عن لعبك الحالي. يعني شنو ممكن تصير؟ انت احسن من نفسك ب7 مرات زياده. وخلاص، اتمنى ان انت استفدت من المعلومه، واذا عجبك مثل هذا المحتوى لا تنسى تتابعنا. سلام.